تفتكروا إيه اللي بيحصل للأطفال اللي بيكبروا مع أب أو أم نرجسيين؟ الأبناء دول بيعتبروا كأنهم أيتام رغم إن الأب أو الأم لسه عايشين. ليه؟ عشان النرجسي عمره ما بيدي لأولاده حياة طبيعية. هو مش بيديهم حب ولا أمان، بيديهم جرح نفسي عميق، والجرح ده بيفضل معاهم حتى بعد ما يكبروا. غياب الاهتمام. الطفل اللي محروم من الاهتمام وهو صغير طبيعي جدا إنه ما يهتمش بالوالد لما يكبر. الأب أو الأم النرجسيين موجودين بالجسد لكن غايبين بالروح والعاطفة. الطفل ما يعرفش يعني إيه حضن دافي، بيسمعش كلمة حنان. التربية النرجسية. الراجل النرجسي ما بيشوفش غير نفسه، وده بينعكس على طريقة تربيته. بيربي أولاده على الخوف مش على الأمان، على الصمت مش على التعبير. النتيجة، الأولاد بيكبروا مقتنعين إن الحب ضعف وإن الاهتمام عبء تقيل. التأثيرات طويلة الأمد. النمط ده من التربية بيسيب أثر عميق في نفسية الأبناء. بيفقدوا القدرة على التواصل العاطفي وبيتعبوا جدا في بناء علاقات صحية لما يكبروا. الخلاصة، الأطفال اللي بيتربوا في بيت نرجسي بيحسوا بيتم عاطفي رغم إن الأب أو الأم عايشين. غياب الحنان والاهتمام بيشكل شخصيتهم وبيغير نظرتهم للحب والعلاقات. وعشان كده التربية العاطفية السليمة مش رفاهية، دي ضرورة في حياة أي طفل.